ازيكم يا فنانين؟ اهلا بيكم. سنة 2024 لسه ما كشرتش عن انيابها الحقيقية في عالم السينما، لسه ما عطتناش الافلام اللي نقدر نقول عليها افلام هيتات، افلام كده تخلينا نقف منبهرين قدامها. السنة اللي فاتت كانت سنة كويسة، ما كانتش سنة سيئة وفي نفس الوقت ما كانتش خرافية. فالسنة دي انا جمعت الست افلام اللي نازلين في النص التاني من السنة. طبعا في افلام كتير وممكن نعمل جزء تاني، لو عايزين جزء تاني اكتبوا لي في التعليقات. فانا النهارده جايب 6 افلام جايين في النص التاني من 2024، انا مستنيهم بفارغ الصبر او متحمس ليهم شويه. فخلونا نبدا اند اتس شو تايم. سنة 1988 صدر فيلم بيتل جوس، بيتكلم عن عيلة بيواجهوا حياتهم بعد الموت، علشان يجي لنا السنة دي بالجزء الثاني منه من المخرج تيم بيرتون. الفيلم الأول حصل على إشادات قوية وخد أوسكار أحسن مكياج، فهنشوف الجزء الثاني هيكون ايه. بطولة جينا اورتيجا ومايكل كيتون. الفيلم قادم يوم 5 سبتمبر. نيجي الرقم 2 وهو فيلم ذا كرو. الكرو او الغراب هو فيلم بطل خارق امريكي جاي من اخراج روبرت ساندرز وسيناريو لازال باير وويل شنايدر، واستند على كوميك سنة 1998 لجيمس اوبر بنفس الاسم. والفيلم هو اعادة انتاج لفيلم براندون لي اللي اتعمل سنة 94، وبعديها اتوفى الفنان براندون لي اللي هو ابن بروس لي. وقصة الفيلم بيتكلم عن إريك اللي حبيبته اتقتلت وهي اسمها شيلي، وهو بينطلق في مغامرة مميتة علشان ينتقم ويرجع حقها. نيجي لتالت فيلم معانا وهو فينوم الجزء الثالث. بنستكمل سلسلة فينوم في عالم مارفل السينمائي. الفيلم اللي فات ما كانش احسن حاجة، اللي هو فينوم ليتزر بي كارنيج، اللي كان بيتكلم ان هو المفروض تكون في مسبحة في الفيلم، وهو بصراحة كان ابعد ما يكون عن كده. انما الفيلم ده بعد فتح المالتيفيرس بين عالم سبايدر مان توم هولاند وفينوم، فانا حاسس انه ممكن نطلع قصة كويسة من الموضوع. فالقصة مش واضحة قوي لحد دلوقتي هتكون ايه. المهم انا منتظره لاني بس بحب فينوم، مش العشقي في العالم بتاع مارفل بصراحة. فانا مستني الفيلم من اخراج كيليان مارسيل وجاي يوم 25 اكتوبر. نيجي لرابع فيلم وهو جلاديتور الجزء الثاني. سنة 2000 المخرج ريدلي سكوت بيجيلنا بفيلم عظيم اسمه جلاديتور، بيحكي عن ماكسيموس اللي ابنه كومودوس بيحاول يقتله قبل ما يبقى قائد للجيش خلفا لأوريليوس، بس ماكسيموس قدر يهرب واتأثر وبقى مصارع روماني في الحلبات الرومانية. والسنة دي بقى بيجي لنا الجزء الثاني من إخراج نفس المخرج ريدلي سكوت. وللعلم أنا كده ما حرقت الشيء من الجزء الأول إطلاقا، دي بس النبذة اللي هتلاقيها في أي موقع. المهم إن الجزء الثاني من بطولة بول ميسكال ودينزل واشنطن والمخضرم بيدرو باسكال، والفيلم جاي يوم 22 نوفمبر. انا مش من الناس اللي شافت جلاديتور الجزء الاول، لكن يعني تقدر تقول ان انا شفت منه حاجات وما كملتوش لان انا كنت صغير. الكلام ده كان من 5 سنين يعتبر. فانا ناوي ان انا اعمل ري واتش للفيلم تاني، وخصوصا ان الفيلم الاول كان من بطولة راسل كرو، وراسل كرو ممثل عظيم. فانا فعلا هعمل ري واتش للفيلم وهخش في الجزء الثاني لما ينزل يوم 22 نوفمبر. نيجي لخامس فيلم معانا وهو جوكر 2 فولي ادوز. تود فيليبس بيكمل لنا القصه بتاع جوكر ارثر فليك بفيلم فولي ادوز اللي هو ذهان مش. والفيلم هيكمل القصه الاولى بوجود هارلي كوين، يعني هارلي كوين هتضاف في الفيلم الثاني اللي هو فولي ادوز باداء ليدي جاجا، واللي انا بصراحه انا مش قادر احكم باي شكل من الاشكال. انا شايف ان بالرغم من اني انا مش من محبين مارجا روبي جدا، لكن مش عارف، انا شايف ان الدور كان هيكون لايق على مارجا روبي اكتر من ليدي جاجا، يعني خصوصا ان انا شفت مارجريت روبي في الدور ده. بس احنا مش عايزين نتسرع في الحكم وهنشوف ليدي جاجا. والفيلم ميوزيكال وفي نفس الوقت تصنيفه دموي، يعني انا مش عارف هيظبطوها ازاي، لكن بصراحه التريلر بتاع الفيلم كان عظيم. التريلر كان حلو جدا. فالفيلم من اخراج تود فيليبس وبطولة خواكين فينيكس وليدي جاجا وزازي بيتر، والفيلم قادم يوم 4 اكتوبر وده الموعد الرسمي. نيجي بقى لسادس فيلم معانا واللي هو اخر فيلم معايا من عالم ماد ماكس. ماد ماكس عالم كبير اتعمل منه 3 افلام لحد دلوقتي، والثلاث افلام كويسين جدا. الفيلم الاول اللي هو ماد ماكس محارب الطريق، لا ده الفيلم الثاني. الفيلم الاول ماد ماكس بس، والفيلم الثالث ماد ماكس فيوري رود بتاع توم هاردي. فالفيلم ده فيلم نهاية عالم، بنكمل عالم ماد ماكس اللي كل افلامه رائعة بصراحة. الفيلم في اجواء صحراوية وسيرفايفل، وبيقال ان هم قعدوا 70 يوم يصوروا مشهد واحد اكشن مدته 15. فانا منتظر بصراحة الفيلم.
انا شفت الجزء بتاع ماد ماكس فيوري رود وعجبني جدا، والاكشن فيه كان عظيم مش مبتذل، كان فيلم رائع بصراحه. اسم الفيلم فيروسيا. انا هكتب لك اسم الفيلم بطولة كريس هيمسورث وانا تايلر جوي. انا ما بحبش الاتنين قوي وما بكرههمش، يعني ممكن اتفرج عليهم عادي وما عنديش مشكله. فهنشوف الفيلم بيقول ايه يوم 22 مايو ان شاء الله. وبس كده، احنا هنا وصلنا لنهايه الفيديو اعزائي المشاهدين. فلو بيعجبك النوع ده من الفيديوهات يا ريت تعمل سبسكرايب ولايك وتفعل زر الجرس وتشارك الفيديو مع اصدقائك اللي انت هتشوف معاهم الافلام دي. وبس يا ريت توزع الفيديو على قد ما تقدر علشان ده فعلا بيساعد جدا في انتشار الفيديوهات ومعرفة القناة ويخليني أكمل. وطبعا لسه السنة فيها أفلام تانية في دماغي أنا برضو عايز أشوفها، فيا ريت لو عجبك الجزء ده أو عاوزنا نتكلم عن أفلام تاني اكتب لي في التعليقات، وإن شاء الله الجزء التاني يجي بس. وبس كده نهاية الحلقة، وسلام.